بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا النهاردة هيكون عن تصريفات الأفعال. وقبل ما أتكلم بالتفصيل عن تصريفات الأفعال لازم نعرف إن تصريفات الأفعال دي تعتبر الأساس لكل الأزمنة اللي موجودة عندي، سواء كان مضارع أو ماضي أو تام. فأول حاجة أنا عندي 3 أنواع من التصريفات. أول واحد بسميه التصريف الأول للفعل. رقم 2 التصريف التاني للفعل. ورقم 3 التصريف التالت. طيب أنا اتكلمت قلت إن ده أساس كل الأزمنة. طيب أنا ممكن ببساطة كده وبسهولة أدخل في الأزمنة، يعني أقول التصريف الأول للفعل ده بسميه مضارع بسيط. يعني لما اجي اسالك اقول لك المضارع البسيط بيتكون من ايه، هتقول لي التصريف الاول للفعل، طبعا مع بعض الشروط لما نيجي نتكلم عن المضارع البسيط. طب التصريف التاني للفعل ده بسميه ماضي بسيط. والماضي البسيط ده في منه نوعين، في على حسب الفعل بتاعي، في فعل منتظم وفعل غير منتظم. يعني ايه؟ نوضح اكتر. فعل المنتظم من معناه ان هو يمشي على قاعدة الماضي بتاعتي. يعني ايه قاعدة الماضي؟ يعني الفعل بينتهي اما بدي يا اي دي يا اي اي دي. وطبعا في بعض الشروط اللي بتخليني اجيب يا دي يا اي دي يا اي اي دي حسب نهاية الفعل الموجودة عندي. طيب التصريف الثالث عندي ده بسميه الباست بارتيسيبل، وده هيكون عندي في زمن المضارع التام او الماضي التام. يبقى ديت كده انا ممكن بكل بساطة ان انا اتكلمت عن الازمنة من خلال تصريفات الافعال. يبقى اول حاجة قلنا المضارع البسيط هو التصريف الاول للفعل، او ممكن اسميه مصدر الفعل او الشكل الاول للفعل. الماضي البسيط على التصريف التاني للفعل، ده بيكون حسب الفعل عندي، سواء لو كان فعل منتظم هينتهي بدي او اي دي او اي اي دي. طب لو فعل غير منتظم يعني ما بيمشيش معاه قاعدة الماضي الاساسية، يبقى اللي يهمني فيه ان انا لازما يحفظ، مش هقدر ان انا اطبق عليه قاعدة الماضي اللي هي اضافة دي او اي دي او اي اي دي. اما عندي الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث ده بستخدمه في زمنين مهمين، اللي هو المضارع التام والماضي التام. بعد ما اتكلمنا دلوقتي على تصريفات الافعال، اجيب كده مثال لتصريف فعل منتظم وغير منتظم. زي الفعل عندي بلاي، ده بسميه الشكل الاول له او مصدر الفعل او مضارع بسيط، زي ما احنا ربطنا الزمن مع التصريف بتاعه. طيب الماضي البسيط منه هيكون ايه؟ played. التالت بتاعه هيكون played. تمام كده؟ يبقى ده الاول، ده التاني، ده التالت. ده فعل منتظم لانه بينتهي باي دي. طيب فعل تاني زي watch. watch بمعنى يشاهد، ده المصدر او ده المضارع البسيط. لو انا جيت هنا قلت watched، التالت بتاعه برضو هيكون watched. ده لو لاحظنا ان الفعل ده منتهي بسي اتش فزودنا عليه اي دي. طيب لبعض الافعال الغير منتظمة زي سي، ده المضارع البسيط يرى او التصريف الاول للفعل، الماضي منه ثو. طيب التصريف التالت منه هيكون سين. يبقى نلاحظ كده ايه؟ التلاتة مختلفين، مفيش ايه ينتهي لا بدي ولا اي دي ولا اي دي، فلازم أن يتحفظ. ودي بسميها irregular او غير منتظم او شاذ. في عندي مثلا الفيرب cut اللي هو يقطع، هتلاقي التلاتة شبه بعض، cut cut. يبقى هنا ايه؟ cut 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 الاول زي التاني زي التالت، وده بسميه برضو غير منتظم، يعني لا ينتهي لا بدي ولا اي دي، لازما يتحفظ. طيب فيرب تاني زي build. build بمعنى يبني، الماضي منه built built.
يبقى ده المضارع البسيط، ده الماضي البسيط، ده التصريف الثالث للفعل، برضو غير ايه منتظم. لو جينا نلاحظ كده الافعال غير منتظمه هنلاقيهم 3 مختلفين، او ال3 شبه بعض، او المصدر مختلف عن التاني والتالت، تلاقي التاني والتالت شبه بعض والمصدر هو اللي مختلف. يبقى ده ايه غير منتظم، لان هو مش ماشي على قاعده معينه، فانا لازم بالتالي ان انا احفظه. بعد ما اتكلمنا عن امثله للتصريفات هنتكلم عن شروط اضافه الدي او الاي دي او الاي اي دي. قال لك هنا لو الفعل ينتهي بإي أضيف عليه دي. طيب لو فعل ينتهي بحاجة من ايه مجموعة الحروف دي، زي ايه؟ سي اتش، اس اتش، او، اكس، كي، يبقى زود عليها ايه؟ اي دي. تعالوا كده نجيب مثال نوضح. احنا فوق خدنا واتش، واتشد بينتهي باي دي. طيب نجيب مثال تاني، ووش بمعنى يغسل، واشد، واشد. كمان واحد فيكس اللي هو بمعنى يصلح او يثبت، اقول ايه؟ فيكسد، فيكسد، وهكذا. يبقى ديت مجموعة الايه الافعال او الشروط اللي انا ممكن اجيب. طيب دلوقتي اتكلم عن الاي اي دي. الاي اي دي اضيفها في حالة اي اي دي. الاي دي كان اصلها حرف الواي. طيب الواي ديت امتى اقلبها الاي؟ لما يكون قبلها او يسبقها حرف ساكن. يبقى لو جه حرف ساكن يبقى الاي الواي في نهاية الفعل هتتقلب لاي اي دي. وهنجيب مثال زي study. عندك هنا ده حرف الواي، حرف الدي ده ساكن. طيب يبقى هنا في الماضي هيكون ايه؟ هو ده فعل منتظم، يبقى في الماضي بتاعه هيكون studied، يعني الواي اتقلبت لاي وزودت الاي دي، والتالت ايه هكذا. طيب انا هنا قلت فعل ساكن. طيب اعرف بقى كده الافعال الساكن. الافعال الساكنه احنا عندي في الانجليزي 26 حرف، منهم 5 بسميهم فاولز. فاولز يعني ايه؟ متحركه. طب اللي هم ايه؟ الاي والاي والاي والاو واليو، يعني دول بسميهم الحروف المتحركه، 5 حروف. يبقى الباقي عندي 21 حرف ساكن، يعني غير الحروف دولت بسمي ايه؟ ساكن. يبقى ده متحرك وده ساكن. طيب الواو لو سبقها حرف متحرك هتفضل زي ما هي ايه؟ واي وازود اي دي، زي الفيرب اللي انا خدته قبل كده اللي هو بلاي، بلايد. الواي هنا ده حرف الواي سبقه حرف ايه؟ متحرك، فبالتالي انا سبت هنا ايه؟ الاي دي او ضفت الاي دي مع ايه؟ ان انا ابقيت على الواي كما هي ايه واي. طب عندي فعل تاني تعالوا نشوفه كده، شو. شو بمعنى يظهر او يوضح او يبين. تعالوا كده نشوف التصريفات معاه ونناقشه. showed، مجرد ما اقول لك التصريف التاني تقول لي ده ايه؟ ده منتهي باي دي، يعني ده فعل منتظم. طب تعالى معايا كده نشوف التصريف التالت يمكن يظهر حاجه تانية. يبقى showing. يبقى هنا في الحاله ديت افهم ان showed showing ده فعل غير منتظم. غير منتظم ليه؟ لان التاني والتالت لازم يكون منتهين باي دي، انما عندك هنا showed وهنا ايه؟ showing، يبقى ده فعل ايه؟ غير منتظم. فبالحالة دي أكون يا ريت أكون وفيت تصريفات الأفعال وأكون وضحتها لكم بسهولة، وإن شاء الله مع بعض لما ناخد الأزمنة هتوضح أكتر.